السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهد جون في كل مكان، مساء الخير عليكم في حلقتنا الجديدة من هذا المساء. في حلقتنا الليلة لأمسية الخميس من مساء النيل كما عودناكم. في الجزء الأول حنتحدث عن الفن والفنون، وعندنا تجربة فنية لأحد المخرجين، وكمان في فقرتنا الثانية حتكون جلسة فنية كما عودناكم كل خميس، وحيكون معنا الفنان محمد المبارك. إذن مرحبا بكم معنا، مساء الخير عليكم. ونرحب بضيفنا في داخل الاستوديو، هو جاء من بلد ثانية ودولة شقيقة من المملكة العربية السعودية، الأستاذ أحمد الحسن. مرحبا بك معنا في بلدك الثاني السودان، وهلا بك في بلدك. أهلا وسهلا فيكم وفي أهل السودان، الشعب الطيب المضياف اللي أنا سعيد بتواجدي معاه وبينه، وفعلا لقيت كل الترحيب وكأني في بلدي، ما حاسس أني غريب نهائيا. نعم، مرحبا بك يا أحمد للمرة الثانية معنا في السودان، وإنت مخرج كبير في بلدك. حدثنا عن تجربتك الفنية، وحدثنا عن جيتك للسودان والأجواء كيف معك كسا. طبعا بالنسبة لي جيتي أنا تقريبا قبل سنة، جيت زيارة على السودان وانضممت إلى كلية الموسيقى والدراما في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. نعم. طبعا اللي انبسطت فيه بالسودان كثير اللي هو زي ما قلت لك ضيافة أهل السودان بلا مجاملة. الشعب السوداني معروف عندنا قبل لا أنا أزور السودان، معروف عن الشعب السوداني الشعب الطيب، الشعب عزيز النفس. فهذا اللي أنا خلاني أن أنا أجي أزور السودان، وكمان لقيت في السودان الجو الجميل، الشعبية الجميلة التقليدية الحلوة، الشوارع البسيطة، الروح الحلوة من الشعب. يعني حبيت السودان وأهله وشعبه طبعا أكيد من جميع النواحي. يعني الخرطوم صارت عزيزة على قلبي، ومية النيل خلاص الواحد لما بيشرب مية النيل كمان يعاود عليها زي ما بيقولوا يعني. وفعلا السودان والسعودية طبعا معظم السودانيين في المملكة، وكمان كلهم يعني العلاقات جميلة، والناس كلها يعني متعاونة في شغلها في السودان وفي المملكة يعني. طبعا أكيد في تعاون كبير ومن زمان يعني. علاقات عمل بين السودانيين والسعوديين والخليجيين بشكل عام يعني. الإخوان السودانيين وكأنهم من دول الخليج، يعني في جميع دول الخليج متواجدين. بالإضافة طبعا نرجع لموضوع اللي هو نتكلم عن تجربتك الفنية. أنا طبعا مش مخرج يعني كبير في الخليج، لكن يمكن أنا ممثل أكثر من أنا مخرج في دول الخليج، والحمد لله لي نجاحي وشهرتي في دول الخليج بحكم أن أنا عملت في العديد من المسلسلات الخليجية وخصوصا الكويتية. طيب لو جينا نتكلم عن أنت بتمثل، ودارين نتكلم عن تجربتك في الدراما بالنسبة لدول الخليج طبعا طبعا من اهم، انا اشتغلت في العديد من الاعمال. يمكن انتم تغيب عنكم بعض الاسماء المشهوره دراميا، لكن في ممثله كبيره عندنا اسمها حياة الفهد. نعم اكيد مشهوره. هدى حسين. نعم هدى حسين. اشتغلت معهم في بعض الاعمال التلفزيونيه، والحمد لله هناك لقيت شهره ونجاح طبعا من خلال سنوات. انا بالمسرح من صغر يعني وبالتلفزيون. يمكن فكرت بالدراسة متأخر أكاديميا، لكن كشغل فن أو في الوسط الفني أنا من سنين. ومن خلال شغلي كممثل اتجهت إلى الإخراج وعملت بعض التجارب. يعني نقول بدايتك أصلا في الدراما والتمثيل. أكيد طبعا هو بدايتي كممثل على خشبة المسرح، والمسرح معروف هو أبو الفنون. بعدها شوي شوي انتقلت إلى التلفزيون، الإذاعة، السينما، كانت في عندي بعض التجارب السينمائية. بعدها انتقلت إلى الإخراج بجانب التمثيل، يعني هو مكمل لبعض يعني. التمثيل والإخراج، الجانب الإخراجي والجانب الفني والتمثيل والدراما كلها حاجات مرتبطة مع بعض. أكيد طبعا. والزول الفني دائما بيكون بينتج حاجات جميلة. أكيد طبعا. يلا كلمنا عن تجربتك هنا في السودان، يعني لما أنت جيت السودان وخلال أنت قعدت سنة، يعني هل قمت بأنك شاركت في أعمال مسرحية دراما؟ طبعا هو طبعا في الدراسة حين نعمل بعض المشاريع الإخراجية في الكلية، كلية الدراما، لكن بالإضافة إلى أنا كان لي شرف المشاركة
في مسرحية تحاكي يوم الاستقلال بالسودان. نعم. عرضناها في البرلمان المركز الوطني في المجلس الوطني في أم درمان. نعم. أنا أخذت شخصية المصري، طبعا المصري والإنجليزي لما سلموا العلم. أيوة. فكان دي شيء أنا تشرفت فيه أن أنا أكون طبعا ضمن المشاركة هذه في اليوم الاحتفال، هذا الاحتفالية الكبيرة. نعم. وشفت ردود فعل الناس يعني من خلال العوائل لما تبكي النساء، وكأنه فعلا هو إعادة ذكرى يوم الاستقلال في السودان. اللي هو 1/1/2001، وإحنا طبعا عملناه في بداية السنة 2014. أيوة 1956. بالتأكيد دي حاجة جميلة إنك تشارك في عمل تاريخي بالنسبة للسودان وتخش في تاريخه وتمازجت يعني مع الأهل والتاريخ، فبكده أنت تكون يعني أكيد. المنظومة كبرت عندك. أكيد طبعا. نعم. بالإضافة إلى مشاركات الآن عندي حاليا انضمامي في مهرجان الإبداع الشبابي الأول. نعم. في مسرحية اسمها الدائرة، تأليف وإخراج أبو بكر فتح الرحمن. نعم. والحمد لله لجنة المشاهدة. ده أول مهرجان بيشارك فيه؟ تقريبا هو أول مهرجان. مع أن أنا حضرت العديد من المهرجانات مثل مهرجان البقعة وكذا، لكن ده كمشاركة. والحمد لله لجنة المشاهدة شاهدت العرض وفزنا. وحنقدمه إن شاء الله في 11/9 على المسرح القومي، ونتمنى من الكل إن شاء الله يحضر ويشاهد عرض مسرحية الدائرة. هو المهرجان حيبدأ في 7 سبتمبر والعرض في 11 عرض من مسرحيتنا. بالإضافة لعندي مسرحية ثانية كمان تأليف الأستاذ عبد اللطيف الرشيد الأستاذ الكبير، وإخراج سمير أكشن، اسمها سولارة، تحكي قضية مهمة. أنت دورك شنو كان؟ أنا شخصية فلسطيني. أي كمان دي أنا أحب القضايا المهمة يعني هذا. فهي شخصية فلسطيني طبعا في أجواء من الأمور شوية الخطوط السياسية في هذا العمل. أيوة. كمان العمل ثري جدا من إخراج الأستاذ سمير، وحيعرض إحنا على المسرح القومي خلال الأيام القادمة. ففي تجارب جميلة في السودان أنا نعم. شاركت بها. أستاذ أحمد، إحنا نطلع نشوف جانب من الأعمال اللي أنت شاركت بها ونرجع راجعين، خليكم معنا. أبدأ حياتي بعناء، ما هو بديني أنا أبدأ حياتي بعناء، كل ما وقت ابتسم جاية هالحين تترجيني ارحمك يا حصة؟ تبيني ارحمك يا حصة هالحين؟ ليش ما رحمتي بنتك لما جيت اترجاك وطلبت الطلاق ورفضت تردين ويانا؟ هالحين ما عندي لك شيء، ما عندي لك بنات، وان شاء الله تموتين بالحسرة. هلا ها طمني ايش اللي صار ابو جاسم؟ ابى اشرك يا ام جاسم، ابو سعد خطب مريم لولده سعد وانا وافقت. ايه الملك والعرس يوم الاثنين الجاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو ناصر. بس انتوا هذا حالتكم جابين بعضكم تشيلكم ريه وسكينه الله يهداكم. خل واحد يقعد ويا مرته شوي. انت عندك 3 حريم وكل يوم مجابل ابو سالم الله يهداك، وانت حرمتك شحليله وزينه وانت جابل ورلا ابو صالح.
مرحبا بك أحمد من تاني، ومرحبا بكل المشاهد اللي انضم لمتابعة مساء النيل. شاهدنا قبل شوية المادة الدرامية وكنت زي ممثل في المسرحية. كلمنا عن العمل المسلسل ده. طبعا ده مسلسل احنا عملناه قبل تقريبا 5 سنوات، اسمه ثمن المشاعر. تأليف كاتبة سعودية اسمها غادة البشر، واخراج صديق وزميل اسمه هشام العبدي. العمل ده هو مشاركة إنتاجية بيني وبين الأستاذ هشام العبدي والأستاذ أحمد الطويل والأستاذ علي شويفعي. حنا 4 كانت مشاركة بيننا في الإنتاج لتقديم هذا العمل. عمل تقليدي شعبي خفيف يحكي قصة امرأة عانت في بيت أهلها وعانت مع زوجها يعني. فأيوة، ففي حدوتة درامية تراجيدية لا يخلو طبعا من الخطوط الكوميدية. فكان عمل خفيف ولقى يعني رواج حلو في الخليج يعني. والحمد لله يعني رغم قصر حلقاته 9 حلقات، لو كان هناك إمكانيات مادية كان عملنا 30 حلقة يعني. إن شاء الله يكون عندك أعمال ثانية. ودايرين نتكلم عن جانب الإخراج بالنسبة للفيديو كليب. حصل أخرجت فيديو كليب؟ هو كانت لي تجربتين فيديو كليب. تجربة لشاعر كبير عندنا، شاعر سعودي اسمه أحمد عبد الحق. عملت له قصيدة غاب السعد. غاب السعد طبعا فيها جانب حنا نعمله نسميه عندنا الزهيرية، انتم عندكم تسمونه الدوبيت السوداني، حنا نسميه الزهيرية. فيها نفس الموال ونفس القافية اللي تقفل في كل بيت. دي ونازل ممكن حتى الناس يشاهدوه اذا حابين يعني يشوفونه على اليوتيوب. غاب السعد اخراج احمد الحسن يعني. وكمان عندي تجربة دينية لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. نصرة نبينا كمان منشد اسمه نواف الخالدي. دي كانت تجربة حكينا بها قبل فترة لما سمعنا أن بعض الدول تنتقد الإسلام، وأنه في بعض كتب القرآن تهدر وإلى آخر من الموضوع ده. فعملنا الموضوع ده، وخصوصا لما نزل الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام. بالتأكيد يا أحمد ده جانب كويس إن الزول يكون ملم بكل الحاجات. لكن كلمنا عن تجربتك بالنسبة لإنتاج الدراما للأطفال، وخصوصا الأطفال هم زي ما بيقولوا يعني هم المجتمع اللي بينمو بهم. وأكيد لما الواحد يخرج له حاجة جميلة أو ينتج عمل درامي بالنسبة للأطفال بتكون حاجة محبذة ونفسيا الزول بيكون مرتاح. أكيد طبعا. هو بداية تعاوني مع الطفل من خلال المسرح. نفس ما قلتي أختي سوزان، الطفل يحتاج أنك توصلي له إلى عقله معلومة بسيطة وهادفة في نفس الوقت من غير تعقيد، وبنفس الوقت تكون خفيفة وبسيطة، السهل الممتنع. فده أنا من خلال المسرحيات اللي نقدمها في بعض المواسم. احنا طبعا المسرح عندنا بعض المواسم كعيد الفطر، عيد الأضحى، بعض المهرجانات الصيفية. فبديتها من مسرح الطفل. لما تشوفي انت بعد العرض تجاوب الاطفال وحب الاطفال والتصوير مع الشخصيات المسرحيه، فدا يخليك ان انت تغامري انك ممكن تعملي عمل كبير للطفل. فقدمت كمان انتاجي مع شخص عزيز علي، اخ وزميل اسمه عبد الرحمن السهلي، فكرة عمل اسمه سميته سند وأبطال الغابة. ده كمان تصور قبل نفس ما قلت لك 5 إلى 6 سنوات. ده مسلسل أطفال ولا مسلسل أطفال من 17 حلقة. هو فكرتي وسيناريو وحوار لصديق سيناريست سعودي اسمه عبد الرزاق الممتن، وعمل السيناريو ل 17 حلقة، وقمت بإخراجه والتمثيل بشخصية سند اللي هي الشخصية المحورية اللي كل يوم تمر بمشكلة مع شخصيات الغابة من البشر والحيوانات. فكانت فكرة جميلة. في راوي في بداية الحلقة يحكي مع الأطفال عن ما يحدث في فانتازيا، هي طبعا لا زمان ولا مكان، ولكنها تحكي خطوط وإسقاطات وإلى آخره.
فكرة جميلة، لكن اللهجة لهجة خليجية يعني. لهجة خليجية. أيوة. فأتمنى إن شاء الله، أنا قدمته لقناة جون مع كمان المسلسل ثلاثة من المشاعر، فأتمنى إن شاء الله أنه يوصل إلى الجمهور السوداني. وشرف لي أن أنا يشاهدوني بالتأكيد. وشكرا لك كمان يا أحمد على العمل الجميل اللي انت قدمته لنا. واكيد بالتأكيد الأطفال بيحبوا دائما المسرح والقصص اللي بتمشي لخيالهم دائما، وبتفيدهم في مستقبلهم يعني وحكاياتهم. أكيد طبعا. نحن نمشي نشوف نموذج من العمل اللي قدمته لنا بتاع الأطفال. خليكم معنا. شوفوا معانا سند والأبطال، كل يوم يمر في الغابة بطل. وش فيكم انتم؟ ما تفتحون على انفسكم؟ هو اللي طق. احنا ابو دارك تجي مساوي في الرجال، فاتح شرعين ونافذ في وجهك، وانت بعد فاتح لك نهرين في وجهك. احنا ابو عقرب خايله على وجيهكم. بس وجع وانت يا قليل الحي اللي ما تستحي على وجهك. ما استحي، انا ما استحي. احنا ابو دارك اعقل حسبي الله عليك، ما تستحي على وجهك قليل الحي. بس قوم نشيلك من ركبك. يلا اجلس. طبعا هذا احسن مكان لقيناه في الغابه. تعبنا واحنا ندوره بالتوك لقيناه. اي والله. طبعا انا اللي لاقيه. لا انا اللي لقيته. شنو هو؟ انا اللي لقيت. انا اللي لقيته. اقول لك انا اللي لقيت. انا اللي لقيته. احترم نفسك احسن لك. بس انت وياه بس اذيتونا. يعني الواحد انت ما يعرف يرتاح لا هناك ولا هنا بعد. ايش فيكم انتوا ايش فيكم؟ انا اللي لقيته. انزين انت والله انا اللي لقيته. بس الحين انتوا فرحانين يعني انت لقيته انت لقيته. شو المكان اللي انا الحين قلت المكان اللي شايفينه لي يمكن في فرش في مخده اتسطح واتبطح اثاري مول جايبيني من خلعته شرقت هناك من سند حدني سند. حقني سند. حدني سند. حدني. فيكم عسى ما شاء الله. جالس كاكي بصوت الجميل ويطبون على ثلاث، كل واحد فيهم تقول كنا فيه. واحد منهم قطع ريشي، والثاني بغى يدوس على منقاري، والثالث داس على ظهري يا سند. يا ظهري يا سند. وجيتك هنا على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. زين وانت بعد ايش سووا لك؟ وانا بحسنهم بعد قربلوني وطقوني لين قمت اصيح وجيت عندك على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. معقولة سووا فيكم كل هذا؟ لا 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 لا، هالشيء هذا ما ينسكت عنه ابد، لازم اشوف حل لهالمشكلة هذه. يلا قوموا وياي. صدقوني اليوم لعبنا لعب واجد. تعبنا بس استانسنا. بس انا جعان ابغى اكل يا. شلون ما تشبع انت؟ ليش ما اشبع؟ فكر بطني زي بطنك خيشة. تحية
تحية كريمة لكل اللي يتابعونا الآن في شاشة جون. مساكم سعيد. مرحبا بك أحمد ومساء الخير عليك. وقبل شوية طبعا تابعنا العمل بتاع الأطفال وكنت مشارك فيه، كلمنا عن التجربة دي. زي ما قلت لك العمل طفل يكون في خصوصية شخصية خصوصا طبعا هي حلال مشاكل. لما الكل يشتكي عنده يحاول انه يحل مشكله. الشخصيه الطيبه اللي تحب الخير يعني. وده حاجه الحمد لله احنا يعني كشعوب اسلاميه وكذا الواحد يحب يساعد اخوه، يحب يساعد جاره، يحب يساعد. فده جانب لازم انه نوعي فيه الطفل انه لازم تساعد. لازم تعمل الخير، لازم انك انت تحارب العادات السيئة طبعا. لازم اذا شفت حاجه ما كويسه ما كذا تبتعد عنها. فاتمنى انا بس انه يوصل اللهجه توصل للطفل السوداني. بالتاكيد هي لهجه واضحه ان شاء الله. وبالتاكيد اطفالنا كمان كلهم في انحاء العالم وفي السودان بالذات يعني متعودين على اللغه، لانه كثير من المسلسلات العربيه يشاهدوها. هو لانه يمكن اللهجه المصريه بالذات في جميع الدول العربية طاغية. واللهجة السورية خصوصا مع المسلسلات المدبلجة التركية اللي تحولت إلى اللهجة السورية، فصاروا هم أقرب لهجتين لدول العرب كلها الدول العربية. لكن دول الخليجية شوية يمكن لها خصوصية، السودان لها خصوصية، دول المغرب تونس الجزائر المغرب لها خصوصية. لكن إن شاء الله مع القنوات والفضائيات دي تتمزج اللهجات كلها وتصير مفهومة من جميع الدول إن شاء الله. أستاذ أحمد، لو جينا نتكلم عن إنك هسه حاليا أنت بتدرس في الموسيقى والدراما، يعني في جانب الدراما لما تخلص هل عندك عمل بتنتجه بالنسبة عمل سوداني هسه يعني؟ هو في خلال غضون هالسنة إن شاء الله بإذن الله ده تصريح إن شاء الله إنه حيكون، وأنا أقول فيه كمان لجمهوري بالخليج يتابعوني إن شاء الله حصريا في رمضان القادم على قناة جون. وده شرف كبير لي إن من خلال قناة سودانية راح أظهر بمسلسل اسمه الحاضر الغائب. قصتي وسيناريو حوار اخوي نفس اللي عمل سند ابطال الغابه عبد الرزاق الممتن. مسلسل درامي بعيد طبعا مش الاطفال كبار، درامي تراجيدي وفي طبعا خطوط كوميديه. ده سوداني يعني بيور يعني الممثلين سودانيين، الابطال سودانيين. في مشاركه ضيوف شرف من دول الخليج لكن الابطال سودانيين. والفكره منه؟ الفكرة حخليها مفاجأة. هي خليها مفاجأة لأن فكرة يعني عميقة جدا. لكن اللي حاب أن أوصل من خلالها هذا العمل طيبة الشعب السوداني ووقوفه مع الغريب، الزول الضيف اللي عندهم، يحاول أن يساعدوه بشتى الطرق، يحاول أن يوقفوا معه بشتى الطرق. فدي الفكرة بسيطة لكن طبعا في خط درامي واضح حيكون سري مع العمل إن شاء الله في رمضان. كلنا متشوقين إننا نشوف الدراما دي، وكمان المشاهد حيكون يتشوق بإذن الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله. بإذن الله حنعمل ورشة عمل إن شاء الله وحنعمل البروفات القراءة عشان في بعض الكلمات حتتسودن من اللهجة السعودية حتعمل سودانية وحيتم التصوير عشان نلحق فيه برمضان. حيكون إن شاء الله حصري لجون وعرض أول، وده شرف لي أن أنا أكون من خلال أطل من خلال القناة في رمضان القادم إن شاء الله. نعم بالتأكيد. شكرا لك يا أحمد. وكمان بمناسبة إننا بنتكلم عن الشعب السوداني وعن طيبتهم، في أي مناطق أنت زرتها يعني غير الخرطوم؟ زرت مناطق رحت كسلة وبور سودان. كسلة عجبني فيها الجو الطبيعي، طبيعة وخضرة بالتأكيد مدينة كسلة هي مدينة جميلة وسياحية وجو بارد يعني. وبور سودان عجبني فيها التنظيم، في الشوارع في المحلات فيها تنظيم. بور سودان طبعا منطقة سياحية كبيرة يعني. ولما تشوفي البواخر كده على النيل والحياة على النيل وكذا. لكن الخرطوم لها خصوصية. تعجبني شعبيتها وبساطتها. تعجبني كمان أن جميع جنسيات العالم موجودة فيها.
فده شيء الخرطوم طبعا متمركز فيها كل يعني أيوة. من كل الولايات ومن كل انحاء العالم، الناس كلها بتيجي وتحس ان كل واحد كانوا في بلد، يعني انا احس ان كاني في بلدي ما كاني غريب يعني ما عانيت من التعامل وما لقيتك مشاكل؟ لا الحمد لله. لا بالعكس انتم ما شاء الله ما شاء الله عليكم، الله لا يغير عليكم يا رب. الله يديم يا رب السودان في امن وامان. نعم. والشعب الطيب هذا ان شاء الله. نعم. الشعب المضياف يعني. أيوة. ما شاء الله لكل شعوب العالم العربي والاسلامي انه يكونوا في شمل تام يا رب ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد نعم. طبعا. احمد، نحن لسه متواصلين في جانبك التمثيل، الدراما والاخراج، وانت هسه في كليه الدراما. طيب ما يعني دائما بتكون مع الشباب والزملاء، يعني هل بتعملوا مثلا براكم كده تعمل لكم اعمال دراميه خاصه او يعني؟ طبعا نعم اكيد. هو تكون في بعض المنتديات اللي تصير، ممكن منتديات اسبوعيه نعم شهريه يتعمل فيها بعض الاسكتشات المسرحيه. نعم. طبعا بمشاركه طلبه الدراما. لكن غير لما يكون طبعا عن طريق مهرجان او عن طريق كذا. وكليه الدراما طبعا رائده، وبوجود اساتذه ما شاء الله كبار فيها، دكاتره واساتذه وبروفيسوريه، فما شاء الله يعني وكلهم نعم شهادات عليا يعني. نعم. فده شيء انا افتخر فيه، بالاضافه الى انا كمان درست في الكويت في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وكمان اخذت دورات في تونس وفي الجزائر. ففي عندي إلمام فني أيوة من نعم. الكويت، من تونس، من الجزائر. طبعا تونس والجزائر أخذت دورات من خلال مشاركتي في المهرجانات المسرحية. نعم. كمان شاركت مهرجان في الهند، في سريلانكا، في يعني نعم. شملت بعض الثقافات يعني. نعم. المسرح ده عالم كبير يعني. نعم. ولما نعم. تشوف يعني ان المسرح ما هو بس مختص لفئة معينة او لطائفة معينة، او تلقى للغني وللفقير وللمسلم والغير والمسيحي ولكل صح. الديانات ولكل الفئات. نعم. بالتأكيد أحمد، نحن نشوف جانبك الرياضي. أنا بعيد عن الرياضة، غير متابع للرياضة، لكن على حسب ما أشوف هنا إن دائما مرة كان في مباراة الهلال في الاستاد، فشفت زحمة وعالم نعم. يعني بدأ بذكرني للهلال السعودي كمان. هناك الهلال السعودي لا يعني قوته، وكمان لا يزعلون النصراوية، لأن كمان عندنا النصر هناك والاتحاد. كمان هنا فريق المريخ، يعني دي كلهم فرق كبيرة، المريخ والهلال وكل أيوة. الفرق التالية يعني. أيوة. فلهم خصوصية طبعا، بس أنا غير متابع يعني. حتى أنا مباريات كأس العالم الناس بتروح وتركض على المقاهي وعلى المطاعم وكذا، لكن أنا بعيد عنها. الكورة ليها جمهورها وليها شعبها وكل بس جانب بس تجيب الأعصاب يعني. لما أنا بقى أتابع مباراة وبنشد ليها وده بيفوز زين، وبعدين يعني طيب ده فاز أنا يعني خليها خلاص، اللي طيب. بيفوز اللي ما يفوز. نعم. لكن هي طبعا كروح وطنية يعني. الواحد نعم. لما بيتابع المباراة دي حاجة وطنية يعني. الواحد خصوصا غير الفرق نعم. هذا المباريات او الفرق الوطنية نعم. دي بتكون فيها روح وطنية بالضبط كده. وكمان نشوف جانب الغنى عندك، حبيت منه من الفنانين السودانيين او استمعت له يعني شداك انك تسمع بالذات اللهجة السودانية؟ ممكن تكون صعبة عليك شوي. هو فعلا يعني انا يمكن الاغاني السودانية شوي اكثر مغني يعني لهجته واضحة شوية، اللي هو المرحوم محمود عبد العزيز. نعم. وده فنان ما شاء الله يعني محبوب، لاحظته في كبيرة في السودان، وما شاء الله حتى بتلاقي صوره في جميع الحافلات وجميع المحلات. وعجبتني أغنية ساب البلد وسافر بعيد. أيوة بعيد. دي كلماتها سهلة وحلوة. أكيد عجبتك عشان أنت برا بلدك. لا والله لا بس إن فيها روح يعني، فيها نعم. إحساس عالي. نعم. كمان عجبتني شعبية إنصاف مدني. نعم ليها التحية. أيوة إنصاف نعم. مدني دي يعني أحسها كمان لها نبرة خاصة، بتذكرنا في الخليج بأحلام المطرب نعم. أحلام، أمثلها كل تحية. نعم لا تحية كمان. وكويس إنك يعني ملم ما شاء الله يعني، عارف الفنانين والكورة وكذا. نعم أحمد، أنت كنت ضيف عزيز علينا في مساء النيل، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات أخرى وأعمال أخرى، ونتمنى لك التوفيق في حياتك الفنية،
شكرا لك. نتشرف، وأنا لي الشرف أن أكون معاكم في هذا البرنامج في هذه القناة الجميلة الرائعة في السودان، وكمان لأهل السودان أحييهم، وأنا منكم وفيكم وابنكم، وأتمنى أن أكون متواصل دائما معكم، مو بس فترة دراسة أو فترة عمل فني، أن أكون متواصل مع السودان على طول إن شاء الله. وتحياتي لجميع السودانيين من الحكومة إلى الشعب، لكلهم على العين والرأس، وأحييكم ويا هلا ويا مرحبا فيكم. وحبابكم 10 باللهجة السودانية. حبابكم 10. نعم أحمد، تحية لك مرة ثانية، وبنهديك العمل الجاي ده هو خليجي سوداني، ومن إخراج المخرج حسن مصطفى. بنهدي لك في نهاية ختامنا للفقرة الأولى. إذن عزيزي المشاهد، وصلنا إلى ختام فقرتنا الأولى. ابقوا معنا في الفقرة الفنية الثانية، انتظرونا.